والصفحة 8. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الحل بترتيب عكسي. دائما نبدأ بسم الله نتوكل على الله. تبادل قاسم مؤمن ألعاب الفيديو، وأعطى مؤمن لقاسم ربع ألعاب الفيديو الخاصة به مقابل 6 ألعاب فيديو، ثم باع 3 ألعاب فيديو وأعطى 2 لأخيه، وتبقى مع مؤمن 16. فكم عدد ألعاب الفيديو التي كانت بحوز مؤمن عندما بدأ؟ أستاذي سهلة وبسيطة. كيف نتعامل مع شيء كهذا؟ نفهم أنه مع مؤمن كان 16، أعطى بعض الألعاب وباع البعض وتبادل البعض. لاحظوا أستاذي، ابدأ بالعد النهائي لألعاب الفيديو وهو 16. اجمع الألعاب التي أعطاها لأخيها 2، يعني كان معه 18. اجمع الألعاب التي باعها. كم باع أستاذي؟ 3 ألعاب، فأصبح لديه 21. لاحظوا أستاذي هنا، اطرح الألعاب التي تبادلها مع قاسم. 6 ألعاب فيديو التي هي 21 ناقص 9 15، فيكون هذا العدد أستاذي أعطاك إياه هنا 3/4 ضرب ماذا أستاذي؟ ضرب 15. مرة أخرى قلنا أعطى لقاسم ربع ألعاب الفيديو الخاصة به في مقابل 6 ألعاب فيديو، فأعطاه قاسم ناقص 6 15، ولديه هنا الربع، يعني 15 3/4. يعني 3/4 الذي هو 15، فكل 24 يعني كلها، يعني 20 مع مؤمن. نعم، ولكن ما الفكرة من هذا؟ نذهب إلى التي بعدها. واجهة المجاز المائية. جمعت سناء المال من أجل رحلة لمواجهة المجاز المائية، وكانت المشاركة الأولى من منال، ودفع خالد ضعف ما دفعته منال، يعني خالد دفع ضعف منال، وازداد على المبلغ الذي جمعته سناء حتى الآن 3 أمثاله بفضل ما دفعته والدة زهرة. والآن مع سناء كم؟ 120. كم المبلغ الذي دفعته منال؟ لاحظوا أستاذي، هذا الذي يلزمني مبلغ منال الذي هو كامل. فلاحظوا هنا دفعت منال يا أصدقائي كما يقال إن خالد دفع 2 إن، يعني ضعفي المبلغ. والدة زهرة يعني 3 في 2 إن وإن في 3 إن. لماذا؟ الذي هو كامل. فالمبلغ الإجمالي الذي تم جمعه أستاذي هو 120. هل هناك معلومات لا تحتاج إلى معرفتها؟ لا أحتاج أن أعرف ما دفعه خالد مثلا. لاحظوا أستاذي أن كلها بهذا الشكل، يعني نقول دفعت منال إن، دفع خالد 2 إن، وزاد على المبلغ الذي جمعته سناء 3 أمثاله بفضل ما دفعته والدة زهرة، ويوجد مع سناء 120، يعني 3 أمثال 3 إن 9 إن. فكلها أستاذي نقول بالجمع. إذا جمع سناء مبلغ إن، هذا يعني كلياته أستاذي أرحني. هذه الفكرة، إنه إن من المبلغ من منال، وبعدها 2 إن من خالد، زهرة 3 في 3 إن، كله 120. هكذا يحل. ف12 إن يساوي 120، اقسم على 12 على 12، فإن يساوي 10. إذا المبلغ دفعته منال 10 فقط بهذا الشكل. لاحظوا المعرفة المالية. يوجد مع رقية 75 درهما، اشترت ملابس جينز بخصم مقداره 30، ثم استخدمت داخل المتجر تصل قيمتها إلى 10% من السعر بعد الخصم، وبعد دفع هذا المبلغ كضريبة مبيعات حصلت على باقي قدره 17. فما هو السعر الأصلي للجينز؟ كما مر،
اشترت جينز بخصم مقداره 0.3، فهي 0.3 ماذا هنا؟ واستخدمت قسيمة 10% من السعر بعد الخصم، يعني 0.3 N، وبعدها ضربته في 0.1 10%، وبعد دفع كضريبة مبيعات يعني دفعت 3.48، حصلت على باقي قدره الذي هو 17 التي هي 75 ناقص 17.34 هكذا، فتكون 0.03 N زائد 3.48 يساوي، اطرح هذا من ذاك، 6 18 47 أو 57، اطرح ناقص 3.48 ناقص 3.48، إذن 0.03 N يساوي 6.54 على 0.03 على 0.03، يكون هذا هو المبلغ الذي معها. تريد أميرة الوصول إلى المنزل في الساعة 7:45 وهي تستغرق 15 دقيقة للمشي إلى المدرسة. إذن هيا هنا نقول 7:45 نطرح منها 15 دقيقة، و5 إلى 12 ساعة لتناول الإفطار، يعني نقول هنا ناقص 5 على 12 في 60. لماذا؟ لأنها ساعة لا دقيقة. 60 على 5 على 12، 5 في 5 فتكون 25، و0.7 ساعة أستاذي التي هي 0.7 في 60 التي هي 42، و0.15 ساعة هنا 0.15 في 60 9 دقائق. في أي وقت يجب على أميرة الاستيقاظ لكي تصل إلى المدرسة مبكرا بمقدار 5 دقائق، يعني هنا عليها أن تصل أيضا بمقدار 5 دقائق أبكر. فالآن 15 و25 يعني هنا 40 دقيقة، و 42 82 و9 91 و5 96، فنقول 96 دقيقة. أستاذي لا يكتب 96 دقيقة هكذا، فعليك أن تضعها ساعة وتضع هنا 36. اطرح 15 ناقص 6 9، هنا 0 وهنا 6، إذن عليها أن تستيقظ في 6:09 دقائق. نفس الفكرة هنا. أصبح لدى السيد راشد هذا المبلغ في حسابه، أوضحت سجلاته، إذا كان أوضع وديعة مالية 75، فكم كان رصيده بداية الشهر؟ يعني من هنا من الوديعة نعطيكم الحل. ثانية واحدة. هنا بهذا الشكل. وهذا هو درسنا. أعجبكم الفيديو أصدقائي لا ننسى نغزر اللايك، نشترك في القناة. حفظكم الله ووفقكم بحفظ الله ورعايته.